البوريك بالجبنه يا جماعه. بصوا يا جماعه، في منتهى الجمال، حلو قوي قوي. ميني ساندويتش حلو جدا جدا. بصوا، شايفين الجبنه؟ شايفين المعجنات طالعه حلوه قوي ازاي؟ شوفي، في منتهى الجمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلب احلام؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. اهلا بيكم مع احلام في مطبخ الاحلام. هنعمل مع بعض النهارده البوريك ب 120 جنيه واغلى من كده في حته تانية. هنعمله في البيت بطريقه سهله جدا جدا. هنعمله احسن من بره واجمل من بره. شايفه الجمال يا جماعه؟ شايفين عامل ازاي؟ حلو قوي 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 زي ما قال الكتاب. عجينه في منتهى الجمال، تحفه يا جماعه. تابع معايا الفيديو لو بتشوفيني لاول مره. كان معاكم احلام من مطبخ الاحلام ووصفات احلام. تعالي بقى ندخل على الفيديو القمر ده على طول. تعالوا قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى نعمل المكونات السائله الاول قبل ما نحطها على المكونات الجافه. هحط الاول كده كوبايه اللبن كده. معايا هنا كوبايه لبن، هحطها الاول. وهاخد معلقه سكر كبيره جدا هرميه، وهقلبهم كده فيها. واحط معايا كيس الخميره الفوريه، كيس كامل، ده 10 جرام يا جماعه بقيمه معلقه كبيره. وهقلبهم بقى كده واسيبهم يتفاعلوا مع بعض الاول. اللبن دافي على خفيف مش سخن قوي. هسيبهم بس كده يتفاعلوا 5 دقايق. واول ما احس ان الخميره اتفعلت يا جماعه هحط معلقه بيكنج باودر، وهحط كوبايه الا ربع زيت، وهحط معلقه ملح صغيره، واقلب الاول ده كله. ودي بقى معلقتين صلصه كبار، صلصه علب مش صلصه عاديه. هحطهم كده واقلب كده كله مع بعضه عشان الصلصه تتوزع كويس. كده مكونات السايله احنا حضرناها اهو. هنجيب بقى المكونات الجافه كده. دول نص كيلو دقيق يا جماعه. انخلي الاول اي معجنات انخليها، هطلع لك المعجنات حلوه قوي. دول نص كيلو دقيق، 4 كوبايات دقيق. لما بتنخلي الدقيق بيديها طراوه حلوه قوي، بيخلي العجين هاشش كده وحلو معاكي. هنا بقى احط المكونات السايله على المكونات الجافه كده. تعالوا بينا بقى كده نعجنهم بايدينا. هنعجن كده فيها دقيقتين 3 كده يا جماعه. العجن في المعجنات بيخليها طالعه هشه وحلوه. احنا عجناها اهو يا جماعه بتاع 5 دقايق كده. هنسيبها بقى تختمر كده في مكان دافي. في الحر دون يعني نص ساعه كفايه، انما لو في الشتاء سيبيها بتاع ساعه. هسيبها بقى في مكان دافي تختمر، هغطيها واسيبها في مكان دافي تختمر، وهرجع اوريها لك عامله ازاي.
هنا يا حبايبي بعد ما العجينه بتاعتنا اختمرت كده زي ما انت شايفاها، هنفش الخمر كده بتاعها، هنهبطها كده. في الحر ده ونحطها نص ساعه كفايه، عشان الجو حر جدا جدا. انما في الساعه سيبيها ساعه، وحابه تسيبيها كمان اكتر من ساعه، في الشتاء سيبيها. بس في الصيف في الحر اللي احنا كمان فيه ده نص ساعه كفايه قوي. بصي بقى هنعمل ايه دلوقتي. انا فردتها كده، بالنشابه بتاعتي كده، وهفرد. هاتي بقى كده اي مج عندك ودوسي كده. بصوا بقى يا جماعه، انا معايا هنا جبنه، اي نوع جبنه حابه تحطيه حطيه، هو الاحسن طبعا البراميلي، بس المتاح عندك. انا ما عنديش طبعا جبنه براميلي، الموجود عندي هحطه. اهو معايا شويه جبنه حطاهم كده في طبق. تعالى اما اوريكي بقى هنعمل ايه. هناخد كده واحده من العجين اللي احنا قطعناه، بصي اهو، وهاخد حته من الجبنه كده هحطها كده. وخدي بالك، هنقفل كده بقى بايدينا، قفلي كويس علشان الجبنه ما تخرجش بره العجين. اهو يا حبايبي، اقفلي كويس علشان ما تفكش منك. بصي بقى شكلها، التشكيل ده هيخلي لك البوريك كله قد بعضه وصغنون كده وجميل وحلو قوي. خلي بالك ان هو بيفرش شويه كمان في الفرن لما بيجي يختمر، قبل ما يدخل الفرن. بصي حلو قوي ازاي. هعمل معاكي تاني، هاخد معاكي واحده تاني، افردها كده بس بالراحه، واحط فيها كده حته جبنه، واقفل كده. اقفلي كويس علشان الجبنه ما تخرجش بره. وظبطيها كده اهي. بصي هنعمل غيرها بقى كمان. هاخد واحده كده وافردها بالراحه، انا مقرباها لك اهو قوي. وهحط فيها كده حته جبنه، ما تملهاش قوي عشان الجبنه ما تخرجش براها. واقفل كده. قفلي كويس جدا عشان الجبنه ما تخرجش بره العجينه. وظبطيها بقى كده قبل ما تحطيها. بصي حلو قوي ازاي. العجينه جميله جدا جدا يا جماعه، في منتهى الجمال، احسن ما تشتريها من بره واوفر بكتير. نعمل غيرها بقى. خدت واحده كده، هحط فيها حته جبنه، ما تحطيش كتير علشان ما تخرجش براها اهو.
نقفل بقى كده كويس من تحت عشان العجينه ما تفكش منك، عشان الزيت هيخليها تفك منك، فانت لما تضغطي عليها وتقفليها كويس هتبقى مظبوطه. اهو يا حبايبي، طبعا هخلص واحط في الصاج، كل اللي هخلصه احطه في الصاج. اهو يا جماعه، هي صغنونه جدا بس الكاميرا جايباها كبيره شويه عشان انا مقرباها للكاميرا. بصي هنا يا جماعه، وعقبال ما شكلتها كانت اختمرت زي ما انت شايفه كده. معايا هنا معلقتين لبن، عايزه تحطي كمان معاهم بيض حطي، بس انا هحط لبن بس، وما تمليهاش قوي فوق العجين علشان ما تنزلش جنب العجين كده وتحرق المعجنات بتاعتنا. انا هحط لها حبه البركه، حابه تحطي سمسم حطي زي ما انت حابه. هنا بقى نحط لهم حبه البركه، عندك سمسم حابه تحطي حطي، احنا بنحب عليه حبه البركه. حاجات كده خفيفه. بصوا يا حبايبي، انا اهو شكلتهم كلهم وحطيت عليهم حبه البركه. هدخلهم بقى الفرن على الرف الاوسط على درجه 180، وهسيبهم يتعملوا من تحت الاول، وبعد كده لو احتاجوا الشوايه هعملهم تحت الشوايه، بس بيتهيألي هم مش هيحتاجوا شوايه. هدخلهم الفرن وبعد كده هرجع اوريهم لك عاملين ازاي، وهقول لك هم قعدوا قد ايه. ادي البوريك يا حبايب قلبي بعد ما خرج من الفرن، قعد تلت ساعه في الفرن من تحت و10 دقايق في الشوايه من فوق. حلو قوي قوي قوي، احسن واوفر واسهل من بره بكتير. عملناه بطريقه خرافه، جميل جدا جدا، طعمه في منتهى الجمال. تابع معايا الفيديو، لو بتشوفيني لاول مره ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك يا حبيبه قلبي. كان معاكم احلام من مطبخ الاحلام ووصفات احلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.